برافو يا حبيبي، انت جبت الفول مارك النهارده، عشان كده انا جبت لك كل المكافأة اللي بتكافئي بيها ولادك وبتضرهم من غير ما تحسي. برافو يا حبيبي، انت جبت الفول مارك النهارده، عشان كده انا جبت لك كل السناكس اللي انت بتحبها. او انت النهارده كنت شاطر جدا في التمرين، والكابتن بتاعك كان مبسوط منك جدا. تعالى بقى اجيب لك الشوكليت اللي انت بتحبها عشان اكافئك بيها. للاسف كل دي اخطاء الامهات بتقع فيها وهي مش واخده بالها، وهي فاكره ان هي كده بتحفز ولادها وبتكافئهم على الحاجات الكويسه اللي هم عملوها. تخيلي بقى ان الجمله البريئه اللي كلها حب وحنيه دي ممكن تكون اول خطوه في ادمان الاكل عند ابنك او بنتك. انت كده فاكره انك بتفرحيهم او بتشجعيهم على الانجاز اللي هم قاموا بيه، لكن الحقيقه ان في كل مره بتكافئي بيها ابنك بالاكل بتعلميه حاجه خطيره جدا. بتعلميه ان السعاده بتيجي من كيس السناكس اللي هياخده، مش من الانجاز نفسه. وللأسف بيكبر وهو بيربط الأكل بالمزاج مش بالجوع، وده اللي بنسميه الأكل العاطفي أو الإيموشنال إيتينج. وده للأسف اللي بيعاني منه ولادنا كتير جدا في سن المراهقة، واللي بيكون سبب في السمنة وقلة الثقة بالنفس، وأحيانا كتير جدا بيوصل للاكتئاب. جربي كده تبدلي كيس السناكس بإنك تحضني ابنك، أو تقولي له كلمة فخر، تقولي له أنا فخورة بيك إنك عملت كذا النهاردة. وبكده انت بتقدري تربي جواه دافع حقيقي، مش مجرد متعة لحظية بياخدها بالأكل. ابدأي من النهاردة وغيري طريقة المكافأة لولادك، وغيري علاقتهم بالأكل قبل ما الأكل يمتلكهم. وما تنسيش تعملي فولو وشير الفيديو لو عجبك، يمكن أمهات كتير بتقع في نفس الغلط ده ومحتاجين يسمعوا الفيديو. واللي ما يعرفنيش، أنا دكتورة هبة فتحي، أخصائي تغذية معتمد ومدرب صحة. عاوزاكي تعيشي حياة صحية انتي وولادك، وتشوفيهم بيكبروا قدام عينيكي بصحة من غير أمراض، بشكل بسيط وبدون تعقيد.